السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة بقى خلاص مش هتروحي مطاعم، انا بقولك بوعدك ان انتي مش هتروحي مطاعم. خلاص انا هعملك كل حاجة في المطاعم في قلب البيت. النهاردة هنعمل فتة الكوارع وشوربة الكوارع بتاعة المطاعم اللي بندفع فيها فلوس كتير جدا، وهنعملها بأبسط حاجة وبسعر بسيط جدا، وهتكفيكي انت واسرتك 5 افراد 6 افراد ان شاء الله هتكفيكوا. بصوا الجمال، بصوا شكلها، نفس اللي بتتعمل في المطاعم بالظبط. تعالي بقى كده بسرعه هقولك هنعمل ايه. انا جبت هنا كورعيه، انا جايباها هنا مش كبيره قوي يعني، اهو. حاولي تجيبي الرجل القدامانيه، بتبقى بتستوي اسرع، تمام، وبتبقى مليانه كده ومدملكه في نفسها. خلاص، انا جبت واحده هنا كده حلوه و آه، غسلتها حلو جدا ونضفتها. نضفي بالطريقه اللي انت تحبيها. انا غسلتها بميه ودقيق بس، ما حطيتش عليها ولا خل ولا ليمون. الكوارع ما بتبقى زفره يعني. وشطفتها شطفه حلوه وحطيتها كده في الحله، وهنزل عليها بميه سخنه اهو. هبدأ عليها ميه سخنه، ما تحطيش ميه ساقعه عشان ما تاخدش معاكي وقت في السوا، تمام. وعشان تسويها اسرع اديها غلوه من بالليل وسيبيها، وتاني يوم كملي تسويتها، مش هتاخد معاكي وقت خالص، تمام. طبعا انا ما حطيتش اي حاجه لحد ما استوت. لحد ما تستوي معاكي ما تحطيش اي منكهات ولا اي حاجه، عشان لا تغير طعم الشوربه ولا تغير لون الكوارع. خلاص، بعد ما استوت كده معايا انا حطيت بصلايه وجزرايه، شويه ملح وشويه فلفل، حاجات كده بسيطه، وهنحط. تمام، خلاص اهيت. هتاخد بقى غلوتين كده مع كل التوابل اللي احنا حطيناها دي، غلوتين اتنين بحيث ما يغيرش اي طعم فيها. تمام، ادي ورق اللورة كمان اهو. تعالوا بقى نعمل الرز اللي هنعمل بيه الفتة بتاعة المطاعم. حطيت معلقة كده حلوة من السمنة وشوية كده من الزيت، بطريقة بسيطة جدا للرز، ما فيهوش اي افتكاسات ولا تغيري في اي طعم ليه. خلاص، هقلب بقى الرز كده تشويحة حلوة مع السمنة والزيت، هغلف كل الرز كده بيه اهو. تمام، تغليفة بسيطة خالص يعني، مش هديله لون. وشوية كده من الملح، عايزة تحطي شوية من السكر برضو بيبقى حلو وبيخلي طعمه حلو خالص، رشة بسيطة جدا. هنزل بقى بالمية بتاعتي اهو. وكده خلاص الرز بتاعي كده خلاص، مفيش اي افتكاسات فيه، طريقة بسيطة وسهلة خالص. هسيبه بقى يغلي وهوطي عليه لحد ما يستوي. وتعالي نعمل بقى احلى حاجة في الدنيا، وهي الصلصة بتاعة الكوارع. تمام، ادي كده هحط شوية زيت وهنزل عليهم بزودي الزيت شوية، يعني ايه، خلي الزيت زيادة شوية، تمام. وانزلي كده بشوية حلوين من التوم، معلقة كبيرة. قلبي لحد ما تصفر كده وتاخد لون زي ما انت شايفة. والطماطم بتاعتك صفيها، اضربيها وصفيها، بتفرق خالص الحركة دي. هسيبها بقى تتسبك. هنا بقى خليت شوية كده من الكوارع، حوالي نص الكوارعية كده عملتها مخلية عشان نعمل بيها الوصفة بتاعتنا. تمام، انا كده خلاص الصلصة بتاعتي اتسبكت وبقى شكلها جميل ازاي. هنزل بقى بالكوارع بتاعتي المخلية، تمام اهو. هديها تقليبة برضو، ما تحطيش، اوعي تحطي خل عليها، بجد هيغير طعمها خالص. ما تحطيش خل. فهنزل بشوية ملح، كمون، فلفل اسود، وشوية من الشطة. مش عايزة تحطي شطة ما تحطيش، براحتك. بس يعني انا بحط حاجة بسيطة كده لا تذكر وما بتبانش، تمام. هسيبها بقى كده تاخد تقليبة كده مع بعضها غلوتين اتنين، وهطفي عليها لان الصلصة استبكت والكوارع بتاعتي استبكت. تعالوا بقى نعمل طاجن الشوربة اللي بتجيبيه في المطاعم بكل سهولة. شوية كوارع مخلية وشوربة صفتها كويس جدا من اي شوائب فيها، واي قطع من الخضار اللي احنا حطيناه. بصوا شكلها جميل جدا ازاي اهو. هو ده طاجن الشوربة اللي بتجيبيه بكل سهولة، هتعمليه ببيتك وبطريقة سهلة جدا. يلا بقى نعمل طاجن العظمة اللي كلنا بنجري على المحلات علشان خاطره، تمام. هو طاجن الفتة. تمام، شوية عيش كده، انا جايباه عيش شامي، عايزة تعملي بالعيش البلدي مفيش مشكلة.
بس العيش الشامي بيبقى خفيف كده في الفتة. خلاص. رشة شوربة كده بسيطة هغلب بيها العيش، ما تعملوش يعني ما تحطيش شوربة كتير، بحيث ان هو ما يتهريش منك ويبقى آه، طعمه مش حلو. خلاص. انا رشيت رشة بسيطة خالص من الشوربة اهو. هحط بقى الرز، طبقة رز كده حلوة اهو زي ما انت شايفة كده، وهبدأ ان انا اسويها كده بظهر المعلقة. وبعدين هرش برضو رشة شوربة خفيفة جدا على الرز، بحيث ان كل حاجة تاخد من طعم ايه الكوارع بتاعتنا. خلاص. هبدأ بقى انزل بايه، بالعظمة، وهي صلصة الكوارع. خلاص كده اهو، هنزل بيها كده وهملى الطاجن على قد ما اقدر. خلاص. بصوا الشكل، وطعمها بجد حلو جدا. ابدا لو جربتيها مش هتروحي مطعم تاكليها فيه تاني. خلاص. آم، بصوا الشكل جميل ازاي. وبقى الناس اللي ما بتحبش تاكل الكوارع وتقول ايديا بتبقى ملزقه والكلام ده كله، انا على فكره من الناس دي، وانا باكل بقوم اغسل ايديا يجي 10 15 مره. فالطريقه دي هيحبوها جدا ولادك، واي حد مش بياكل الكوارع علشان بتلزق، بالطريقه دي هياكلوها منك وهتعجبهم جدا. وهي دي طريقه المطاعم اللي احنا بنروح وندفع فلوس وبيبقى بالنسبة لكم عينات، فانت كده هتاكليها في بيتك بأحلى طريقة. بجد طريقة حلوة جدا. انا حطيت هنا حتة كوارعية كده سليمة مش مخلية، بحيث بس ان هي تبان في التصوير ان دي شوربة كوارع، انت ما تحطيهاش. ويا رب الوصفة تعجبكم واشوفكم على خير.